أقول العالم الإسلامي ينبغي على الحكامنا وعلمائنا أن يقوموا بدورهم التاريخي أمام الله، ثم أمام التاريخ، ثم أمام الشعوب. إن الحكام والعلماء هم قادة القافلة وربان السفينة، ولهذا نص الله برسائل خاصة في القرآن للحكام ورسائل خاصة للعلماء. قال سبحانه عن الحاكم داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنطلب من حكامنا وفقهم الله لما يحبه ويرضاه، وجمع الله القلوب على طاعتهم على الكتاب والسنة، أن يحكموا فينا شرع الله وأن يتقوا الله فينا. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. قال ابن خلدون: والظلم مؤذن بخراب العمران وعليه تسقط الدول. وقال غيره من أهل العلم: إن الله يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويمحق الظالمة ولو كانت مسلمة. إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يا علماء الإسلام، أين دوركم التاريخي؟ أين الأمانة الملقاة؟ أين ميثاق الشرف؟ أين تحمل المسؤولية؟ والله يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا به مناصب أو وظائف أو مال أو أرصدة أو عقار، وتركوا توجيه الأمة، فخرج أنصاف المتعلمين، خرج الجهلة، خرج أحداث الأسنان يفتون بالتكفير والتفجير والتدمير والقتل.